انا هسألك سؤالين بما انك راجل ليك في الكورة وبتفهم كورة واي مشجع كورة هو بيفهم كورة. انت شايف ان منتخب مصر يستاهل ان هو يصعد لدور الثمانية؟ والسؤال التاني، انت شايف ان منتخب مصر يستاهل ان هو ينافس على بطولة افريقيا اصلا؟ انا عايزك تكتب لي تحت في التعليقات، بس هقول لك على حاجة من وجهة نظر انا. منتخب مصر مع فيتوريا واتحاد الكورة الحالي هو فقد شخصيته نهائيا. فقد شخصيته من اول اتحاد الكوره لحد فيتوريا. فيتوريا خلى منتخب مصر هو عباره عن كره بتتلعب طويله من الخلف للامام، ويتلعب عرضيه على مصطفى محمد او اي حد في المنطقه، وخلاص على كده. منتخب مصر اللي كل تسديده بتروح على الجون بجون، هو فقد شخصيته الدفاعيه مع كيروش. منتخب مصر اللي اتسدد عليه في دور المجموعات 8 تسديدات دخل منهم 6. منتخب مصر اللي ما عندوش ولا لعيب عنده ابتكار الا امام عاشور وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد. منتخب مصر اللي الراجل فقد ثقة اللعيبة فيه، وفقد اللعيبة ثقتهم في نفسهم، سواء من محمد عبد المنعم او احمد حجازي او محمد النني او احمد سيد زيزو او عايز تعد عد. منتخب مصر للاسف مش هو منتخب مصر بتاع كروش، اللي كروش عمل من منتخب مصر من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. منتخب مصر دلوقتي بمعنى صح يستاهل ان هو يخرج. منتخب مصر اللي مش ما عندوش اي ابتكار غير العرضيات. منتخب مصر اللي في التغييرات حتى ما بيغيرش صح. الراجل ده فعلا المفروض اللي جاب فيتوريا منتخب مصر يتحاسب حرفيا. راجل بياخد 200 ألف يورو في الشهر عشان يلعب عرضيات فقط، ما عندوش اي ابتكار غير العرضيات. وحتى لما بيجي عليك كوره في الدفاع بتحس ان انت عندك مشكله. ده يا راجل ده الكونغو ما كانت بتروح بس تعمل كده بتحس ان في خطوره عندك في الدفاع. انت عندك مشاكل دفاعيه بسبب فيتوريا مش بسبب اللعيبه، صدقني. قلت ان محمد الشناوي هو السبب في الاهداف، لا انا قلت لك ان محمد ابو جبل هيكون في مشكله عنده بسبب الدفاع، والنهارده دخل فيه اهداف. وعندك اي كوره صدقني كانت بتروح بتحس ان في خطوره، لا لا لا، خاف خاف خاف. فانت كده كده شيء طبيعي، انت قاعد كمتفرج خايف. مدرب ما عندوش الثقه، وانا دايما بقول ان الفرقه بتاخد ثقتها من المدرب. المدرب اللي عند منتخب مصر لا يصلح ان هو يكون مدرب حتى كفر البطيخ بتاع عصام الحضري. للاسف مدرب فاشل فاشل فاشل. كنا شايفينه في المباريات الوديه شكل هو حاجه تانية، ودلوقتي في بطوله افريقيا لانه مش متمرس لبطوله افريقيا فهو تايه مش عارف هو عايز يعمل ايه. التغييرات قاعد للدقيقه 70 و75 76 كمان عشان يغير، لحد لما وصل تقريبا 80 كمان عشان يغير. مدرب ما عندوش اي فكر وعنده اي ابتكار في كرة القدم. مدرب راح خد لك محمود حمادة وساب لعيبة كان ممكن ان انت تبني عليهم جيل جديد وتعمل ناشئين جديدة. راح خد لك علي جبر وكان ممكن تاخد ناشئ تحطه معاك في الفرقة، ممكن يسندك، ممكن يلعب بروح، ممكن تديله الثقة. زي ما كروش طلع امام عاشور وطلع مرموش وطلع محمد عبد المنعم وغيرهم من اسماء كان المفروض ان انت تبني عليهم، لان انت حتى معدل اعمارك السنيه الموجوده دلوقتي محمد الشناوي 38، احمد حجاز 34، محمد صلاح 34، النني 34، وعايز تعد عد. حتى محمود حماده اللي انت اكتشفته عنده 30 سنه، فمش هيلحق ان هو يلحقك في 2026. يعني بمعنى صح انت ما عندكش حاجه، يعني انت ما جبتش حاجه ولا ضفت حاجه للمنتخب. بالعكس انت قعدت سنه ونص بتاخد 200 الف يورو من منتخب مصر ومن اتحاد الكرة ومن مصر كلها. انت قعدت سنين او سنة ونص بتبني فريق وبتعمل فريق عشان تدخل بطولة افريقيا وتطلع بفضيحة من الكونغو اللي هي لا تذكر اصلا. ولا انت تفكر ان انت تقول منتخب الكونغو يفوز على منتخب مصر بتاريخه اللي قدر يكسب 7 ابطال افريقيا. انت ما قدرتش ان انت تفوز على الكونغو، ما قدرتش ان انت تهدد مرماهم الا في كورتين ثلاثة. من الاخر كده انت ما عندكش حلول تانية. انا مش عايز اطول على حضراتكم، بس فعلا اللي عايز يقول حاجه فعلا يقولها في الفيديو ده، لان احنا زهقنا من اللي بيحصل في منتخب مصر من عام 2011 لحد دلوقتي. في تخبط اداري من اول برادلي اللي بعد كده كوبر اللي بعد كده كيروش اللي بعد كده ايهاب جلال اللي بعد كده حسام البدري، بس كان افضلهم كروش وكوبر اللي صعد كاس عالم واحنا ما كناش راضيين عنه. بس على الاقل كان كروش كان ليه شكل تاني غير كوبر. انا مش بقول لك ترجع كروش، بس على الاقل مين اللي مشى كروش ومين اللي جاب فيتوريا؟ المفروض الراجل ده يتحاسب على اللي هو عمله. كيروش مشي عشان كان ليه شخصيه جامده ضد اتحاد الكوره وضد اي واحد
بينتقده، واللي جه ده كان بيسمع كتير، عشان كده كان تشوف في اختيارات في مشكله كبيره، وكان برضو اللعيبه اللي بتنزل في مشكله كبيره في اختيارات التشكيل. فانت دايما كان في مشكله عندك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش تكتب لي ايه السبب اللي احنا فيه دلوقتي في منتخب مصر تحت في التعليقات. بشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.